سلام بنات، كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك تكون على خير. ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتي صالون ومطبخ آية. اليوم غنشارك معكم كيك بمذاق البرتقال اللي كيجي هشيش ورطب ولذيذ، كيتحضر بمكونات اللي جد بسيطه وكذلك كيتحضر في واحد الوقت اللي وجيز وسريع. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك ولي لايك فضلا منكم وليس امرا. غندوزو للطريقه ديال التحضير وفي نفس الوقت غنذكر معكم المكونات. اول حاجه غنبدا في التحضير ديالها هي الخلطه اللي غنوضع في المول مسبقا. كنجيب صحن اللي كنوضع فيه ملعقه كبيره جوز الهند او الكوك، ملعقه كبيره سكر سنيده، ثم قشور ديال البرتقاله او ليمونه. كنمزجهم مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على خلطه بهذا الشكل هذا. ثم مباشره كنجيب المول اللي دهنته مسبقا بالزبده، ثم كنبدا نوضع الخلطه في الجوانب وفي الاسفل، ولكن الكميه اللي كنوضع في الاسفل كتكون كثيره باش بلي نوضع الخليط ديال الكيك ويطيب الكيك يجي مزيان من فوق. ثم كنخليه جانبا. هنا غنحضر الكيك. كنجيب المول اللي كنوضع فيه 2 حبات بيض اللي واخدين درجه حراره المطبخ، رشه ملح، كيس من الفاني، كاس ديال السكر سنيده، الكل بعبر كاس العنبه. ثم كنضرب الكل فقط غير بالضرب اليدوي حتى كتمزج العناصر. ثم مباشره كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، كنضيفو كذلك العناصر وكنضربو. ثم كنجيب كاس ديال عصير البرتقال وكنضيفو للخليط، ثم كنضرب الكل حتى كنحصلوا على قوام بهذا الشكل هذا. ثم مباشره كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. كنضيف الكأس الأول بعبر كأس العنبة من بعد ما كنغربلو، ثم كنضيف كذلك الكأس الثاني. كنمزج الكل جيدا. الكمية اللي استعملت في هذا الكيك هذا بالضبط استعملت 2 كؤوس مملوئين وكأس إلا ربع. كندخل الكل مع الخليط، ثم كنضيف كذلك 2 أكياس ديال خميرة الحلويات. بالنسبة للقوام ديال هذا الكيك ما تيكونش خفيف، تيكون عاقد. غنوريكم الشكل النهائي ديال الخليط، تيكون عاقد شويه. كذلك بلي كنوضعوا حرف 8 او عدد 8 من فوق تيبقى ما كينزلش لينا بسرعه. ثم مباشره كنضيف ملعقه كبيره خل الدور ديالها كذلك كيخلي الكيك يجي هشيش ورطب. ثم مباشره كنخلط الكل وكنجيب المول اللي حضرته مسبقا وكنفرغ فيه الخليط. بالنسبه لهاد الخلطه اللي وضعنا في الاسفل ديال المول راه كتخلي الكيك من بعد ما كيطيب كيجي مزيان راسو براسو، كذلك كيعطيه مذاق اللي جد رائع. ثم كنقاد ليه الشكل ديالو مع سطح العمل وكندخلو الفرن اللي شعلته مسبقا على درجه حراره 180 حتى كيتحمر من اسفل منتفخ. عاد كنشعل عليه فوق يكمل الطياب ديالو. من بعد ما خرجته من الفرن كما كتلاحظوا الحجم ديالو كيجي طالع، كذلك حتى اللون اللي كيجي ذهبي. هنا غنقلبوا معكم مباشره في صحن التقديم. التزيين اللي وضعنا فيه اللي كيعطيه مذاق رائع وكذلك كيجي الشكل ديالو من الفوق كيجي جد رائع، كذلك الحجم كيجي طالع. هنا غنكتفي فقط غنزينو بالمربى باش يعطيه واحد اللمعه، وكذلك غنزينو بقطع ديال البرتقال. اكتفيت انا بهذا التزيين لان الخلطه اللي وضعنا كافيه. غنقطع معكم قطعه باش نقرب لكم الشكل من الداخل اكثر كما عودتكم كيف العاده. بالنسبه لهذا الكيك الا جربتوه غيولي معتمد عندكم، خصوصا في هذا الوقت ديال البرتقال او الليمون. القطعه من بعد ما قطعت اللون ديالها اللي كيجي اصفر بعصير البرتقال اللي وضعنا فيها كذلك كيجي هشيش رطب، اما المذاق كيجي اكثر من رائع، والاهم انه اقتصادي. كنتمنى الا جربتوه تردوا عليا في التعليقات، وكذلك الا عجبتكم الوصفه تبارطاجيوها مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وشكرا لكم، مع السلامه، إلى فيديو آخر بإذن الله.